اسمي زيلان بيريفان من حسكة. انضميت لوحدات حماية المرأة يابجي ب 2012. بداية انضمامي كانت تأثرت بالمرأة، يعني كيف إنه المرأة عم تحارب الإرهاب، كيف إنه المرأة عم ترفع السلاح بوجه العدو، كيف إنه المرأة عم تصنع شخصيتها. تأثرت كثير يعني، خصوصا إني كنت طالبة مدرسة، فكان عندي طموح دائما أدافع عن وطني يعني. فشفت إنه فكر القائد آبو، أخذت فكرة ولمحة عنه يعني من خلال التلفزيون، من خلال بعض الرفاق اللي كانوا بيعرفوا وحدات حماية المرأة، كانوا يحكوا لي عن اليابجي، فتأثرت وانضميت يعني. بعد ما انضميت شفت الحقيقة، يعني المرأة شو هي، شو حقيقتها، كيف تمشي على خط الحرية، شلون تكون صاحبة عقل وفكر. عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو. قلتله انت من وين؟ قال لي من حدود السماء. قلتله جاي من وين؟ قال لي من بيت الجيران. قلتله خايف من مين؟ قال لي من القفص هربان. قلتله ريشاتك وين؟ قال لي فرفضها الزمان. أنا اسمي زيلان حسكي من حسكي، جيت مشان أحمي وطني وأرضي وساعد الرفاق ندافع عن الأرض والعرض، وما خلي حدا يتجاوز حدوده تجاه وجهه أبدا. تبي تشكر؟ ليش مشر؟ سركفتم بجوارا. هذا شيء كده من هذا مش غير نكد. زيلان حسكي ايش حسكي؟ نعم أيتها المقاتلة الشجاعة زيلان، آخر كلمة تركتيها لنا كانت لا تنسوني، فاسمي زيلان حسكة. كيف سننساك ولك ذكرى في كل مكان؟ لك أسطورة بطولية في قلب كل امرأة ناضلت لتحريرها من العنف والاستبداد. كيف سننساك وأنت قد توجهت إلى كل حملة دون أن تنتظري أوامراً من أحد، وحاربت وقاومت بكل بسالة لتكتمل قصة بطولتك في مدينة الكرامة والمقاومة سريكانية. فأنت اليوم حية في قلب رفيقاتك وأهلك وأصدقائك، لأنك تلك الشمعة التي عرفت كيف تعيش وكيف تذوب لتنير كل من حولها وتحميهم من الظلام القاتم. فألف سلام وتحية لروحك الطاهرة يا شعلة المقاومة والنضال الأبدي زيلان حسكة.